هنشرح دلوقتي حاجة اسمها الكول باك. يعني ايه الكول باك؟ اللي انا هشرحه دلوقتي بينطبق على كل حاجة، يعني ينطبق على السلايد وينطبق على الفيد وينطبق على الهايد والشو والتوجل، بينطبق على كل الكلام ده، ينطبق على كل الحاجات دي. طيب انا عندي دلوقتي في السلايد اب كنا بنضيف هنا السبيد، صح؟ طب الكول باك دي بضيفها فين؟ بضيفها بعد السبيد، بعمل كوما واضيف هنا الكول باك، الكول باك فانكشن، كول باك فانكشن. يبقى انا كده دلوقتي العناصر دي كلها ينطبق عليها الكلام ده، يعني السلايد اب وكذلك السلايد داون وكذلك السلايد توجل والفيد اوت وكذلك الفيد ان برضو ممكن نضيف هنا، وكذلك الفيد ايه توجل وكذلك الهايت وكذلك الشو وكذلك التوجل. طيب تعالوا كده نشوف هنقدر نستخدم الكول باك فانكشن دي ازاي. هنروح جوه ال HTML وهعرف دلوقتي H1 وهاجي اقول له ال H1 هنا اديله اي اسم، لوريم تكست ابسوم، واجي تاني اقول له لوريم تكست ابسوم، واجي هنا اقول له عندي باراجراف واقول له هنا حرف البي بحيث انه يعرف ان ده ايه باراجراف، واقول له ان ده كده heading 1. طيب يبقى انا كده عندي ايه؟ عندي عنصرين جوه البادي h1 وعندي باراجراف، وممكن نضيف هنا بوتوم. هنضيف هنا بوتوم وهاجي جوه البوتوم نكتب جواه اي تكست ونبدأ ندي كلاسات. هقول هنا ده عندي كلاس وهسميه heading، وده عندي كلاس تاني وهسميه باراجراف، وهاجي هنا هسميه BTN. طيب لحد هنا ممتاز جدا. انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز الهيدنج ده اعمل عليه اي افكت. تعالى كده ببساطة هاجي هقول له العنصر اللي اسمه heading اللي واخد كلاس اسمه heading، اعمل له ايه؟ اعمل له مثلا وليكن سلايد اب، سلايد اب عشان نخفيه، وليكن 5000 ملي سكند، يعني تقريبا 5 ثواني. تعال نبدأ نعمل هنا سيفينج ونروح برضو هناك نقول هنا سيفينج، نعمل ريفرش. طب نشوف المشكلة فين. احنا قلنا هنا ال H1 واخد كلاس اسمه heading، العنصر ظاهر عايز اخفيه، فعشان اخفيه بقول له سلايد، بقول له سلايد اب، المفروض يشتغل معايا. في مشكلة، تعالوا نشوف تاني. احنا قلنا هنا دولار ساين العنصر اللي اسمه heading اللي واخد كلاس اسمه heading، وهنا قلنا ال H1 واخد كلاس اسمه heading، ومفيش فيه اي مشكلة. نشيل العلامتين دول، يمكن المشكلة فيه بسبب العلامتين دول، مينفعش فعلا اضيفهم. ستيل برضو لسه العنصر مختفاش. طب نجرب كده بدل السلايد اب
نيجي مثلا نروح للهيدنج ده نديله كده، هقول له الهيدنج خلي لي الكلر وليكن ب وايت، وخلي لي الباك جراوند كلر، خلي لي الباك جراوند كلر وليكن يكون اللون الريد مثلا. تعالوا كده نشوف، العنصر اخد الكلر الابيض واخد الباك جراوند كلر باللون الريد. طيب تعالوا كده ننفذ عليه. احنا قلنا هنا العنصر اللي اسمه heading خليلي يحصل فيه سلايد اب ب5000 ملي سكند، سلايد اب 5000 ملي سكند. طب لو جينا قلنا سلايد توجل 5000 ملي سكند، نفتح كده شاشة الكونسول نشوف المشكلة منين. نفتح شاشة الكونسول، هنا بيقول لي دولار ساين is not defined. قال لي ايه؟ الدولار ساين مش متعرف. طيب كويس ان الايرور ده ظهر لينا. ليه؟ عايزك تتعلم من الايرور. هنا بيقول لي ان الدولار ساين is not defined. ده معناه ايه؟ معناه ان الجي كويري مش متعرفة عندي، في مشكلة في الجي كويري. لما اجي اروح دلوقتي هلاقي بالفعل فعلا في مشكلة. والمشكلة هنا ايه؟ المشكلة هنا ان انا معرف الجي كويري دوت جي اس ومفيش السي دي ان. السي دي ان مش موجود، يعني الجي كويري اصلا مش متعرف عندي، الجي كويري اصلا مش متعرف عندي. يبقى انا كده هروح اكتب في جوجل، هقول له هنا، هقول له جي كويري سي دي ان، واقول له روح هات لي الجي كويري. ببساطه خالص اخد الكلام ده كوبي بيست واضيف هنا كنترول في. ما تتخضش من الايرور، اهم حاجه تتعلم ابص على الايرور سببه ايه، ادخل جوه شاشه الكونسول واشوف هنا المشكله ايه. تلاقي المشكله خلاص اتحلت وبقت تمام، وبالفعل الجي كويري اشتغل ايه؟ اشتغل معايا. العنصر حصل له سلايد توجل. طب لو جينا قلنا سلايد اب، هي يعني السلايد اب برضو عشان العنصر مخفي، العنصر قصدي ظاهر، هيبدأ يختفي ايه معايا. طيب احنا هنا طبقنا السبيد، عايزين بقى نشوف هنطبق الكول باك فانكشن ازاي. قال لي ببساطه خالص هنضيف كوما، وما دام هي فانكشن فهقول كلمه فانكشن. مش هي فانكشن والفانكشن بكتبها بالشكل ده، هكتب هنا كلمه فانكشن واضيف الاقواس طبعا من غير اسم للفانكشن لان انا مش هحتاجها تاني. وبعد كده الاقواس الكيرل براكتس الخاصه بالجسم بتاع الفانكشن او البادي الخاص بالفانكشن. وليكن هنا اقول له console دوت لوج، console دوت لوج، واكتب اي نص هنا وليكن call back. الكول باك دي لازمتها ايه؟ الكول باك دي معناها لما السلايد اب ده يتنفذ بنسبة 100% ويخلص ابدأ نفذ لي الكول باك. تاني، الكول باك فانكشن دي معناها ايه؟ لما السلايد اب او الفانكشن دي اللي انا واقف فيها تتنفذ وتخلص نفذ لي الكول باك. طيب تعالى كده، انا هنا قلت له لما السلايد اب تتم وتخلص نفذ لي ايه؟ نفذ لي اطبع لي في شاشة الكونسول كلمة كول باك. تعالوا كده نعمل ريفريش، هلاقي اهو ده بيقل. تعالوا الاول نفتح شاشة الكونسول عشان نشوف ايه اللي هيظهر فيها. اعمل بقى ريفريش تاني، بيقل. اول ده لما يوصل ل0% خلاص الاقي كلمة كول باك اتنفذت. تعالى كده عشان نأكد على الموضوع ده اكتر، ندي هنا هايت، هقول له وليكن هايت 200 بكسل، واروح جوه الجي كويري دوت جي اس واقول له خلي لي ده 10000 ملي سكند. ابدا اعمل ريفريش، هلاقي هنا العنصر الهايت بتاعه بيبدا يقل. بص على الكونسول بقى، اول لما العنصر الهايت يوصل لزيرو والعنصر يختفي يبدا يظهر لي
كول باك. طب هو انا هنا لازم اطبع في شاشة الكونسول؟ قال لي لا، ممكن تعمل اي حاجة انت عايزها. زي ايه مثلا؟ زي مثلا ممكن اجي للعنصر التاني او للبوتون مثلا واخفيه. فين البوتون؟ ادي البوتون اهو. ممكن اخده بالاسم كده، وممكن اديله كلاس. هو واخد كلاس اسمه بي تي ان. ممكن اجي هنا اقول له والله البوتون اللي واخد كلاس اسمه بي تي ان خليه يحصل فيه وليكن دوت هايد. خليه يحصل له دوت هايد وليكن نديله 4000 ملي سكند. يبقى الجزء ده عايزك تركز فيه. ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا قلت له العنصر اللي واخد كلاس اسمه هيدنج، وممكن نحدده اكتر. هقول له اتش واحد دوت الهيدنج هيحصل له سلايد اب في 10000 ملي سكند. يعني هيختفي عن طريق الهايت. الهايت بتاعه يبدأ يقل لحد ما يوصل لصفر في 10000 ملي سكند. والكول باك فانكشن بتاعته، يعني لما الكلام ده يخلص نفذ لي الكول باك فانكشن دي، ونفذ لي بقى ايه؟ خلي لي البوتوم اللي اسمه بي تي ان يختفي في 4000 ملي سكند. تعالى كده اعمل ريفريش، وبالفعل لاحظ كده البوتوم هو زي ما هو ظاهر. اول لما العنصر يتم ويختفي خالص هلاقي ان البوتوم ده بدأ يختفي هو كمان، وبالفعل العنصر ده بدأ ايه؟ يختفي. ده ببساطة شرح الكول باك فانكشن. كول باك فانكشن معناه لما العنصر يختفي يحصل تأثير معين، او لما الجزء اللي قدامي ده يتم يحصل تأثير معين. طبعا الكول باك فانكشن دي اوبشنال. يعني ايه اوبشنال؟ ممكن اضيفها وممكن ما اضيفهاش. يعني انا هنا ممكن اجي هنا احذف الكول باك فانكشن خالص وما يبقاش عندي في كول باك فانكشن والاقيه شغال عادي. يبقى العنصر هنا اهوت اول لما يتم هيختفي عادي جدا لغايه يوصل ل0%. العنصر هيختفي عادي جدا كده، مفيش اي كول باك فانكشن. طب انا حابب اضيف كول باك فانكشن، بيكون عن طريق ايه؟ عن طريق تاني بضيف كلمه كوما جوه القوسين، بضيف كوما وبعد كده بقول له فانكشن عاديه. بكتب كي وورد اسمها فانكشن، وبعدين بفتح الاقواس دي، وبعدين بفتح الكيرل براكتس وبكتب جواها الكود اللي انا عايزه. هنا بكتب جميع الاكواد اللي انا عايزها. هنا قلت له اعمل لي اخفاء للبوتوم اللي اسمه بي تي ان في 4000 ملي سكند. نيجي نعمل ريفريش نشوف الايفكت لاخر مره. هلاقي هنا حصل سلايد اب للاتش واحد وعمال يختفي اهوت. اول لما يوصل لصفر الهايت بتاعه هيبدا البوتوم يختفي معايا ويحصل له هايت. حتى هنا هتلاقي الهايت قل خالص عن طريق الويتس والهايت والاوباسيتي وهكذا. ده كان باختصار شرح الكول باك فانكشن.